لسه بنتعرف على بعض وبنقول يا هادي. كل ما اكلمه اسال عليه ازيك يا ابني، عامل ايه، اخبارك ايه، انا تمام. ما بيرجعش بقى يسالني انا تمام مش تمام، مش انت عامله ايه، ده مش مهم. طيب عملت ايه النهارده في الشغل؟ زفت، هباب، قطران. وطول المكالمه بيتعامل بقى معايا على ان انا واحده من فانزاته، يعني انا بفولو هم، يعني بيتعامل معايا معامله الفنان للمعجب كده بالظبط. الاسوأ بقى انه بيتكلم معايا على شغله كانه هو صاحب الشركه، كأن الحياه مش هتمشي من غيره، الشركه دي عوامدها هو واحد منهم. يعني خلاص بجد صاحب الشركه ممكن يفلس لو هو بس تعب ولا خد دور برد واجز، ويا عيني قد ايه مسؤوليه مرمطاه في الحياه. تمام، هنفوتها. انا كل ده عديته، ما عنديش فيه ازمه. المشكله بقى اللي انا وقفت عندها فسالتها، يعني لما انت ما بتتكلميش عن نفسك وطول الوقت الكلام عليه، بيقعد وقت قد ايه يتكلم عن نفسه؟ وهنا صعقت. بيقعد يتكلم عن نفسه لا يقل عن ساعة، فهو ساعة بيرغي في حياته، في مشاكله، في دنيته، تمام، وما عندوش دقيقة واحدة يسأل عن أحوالها، عن أخبارها، عن حياتها، عن شخصيتها، وهم لسه بيتعرفوا على بعض. أنا بقى مش هو اللي مضايقني، مش هو بجد اللي مضايقني، انا هي اللي مضايقاني. انا نفسيتي تعبت منها هي، مش منه هو. ليه؟ لان ده شخص نرجسي وخلاص، احنا فهمنا ده من اول لقطه، ما كناش محتاجين حتى ان احنا نكمل شهرين ثلاثه علاقه بيه. يعني احنا كان من اول 3 مكالمات كان هيتقفش ويتفهم ويتعرف، فكنا نديله الصابونه استماره 6 هنزحلقه من حياتنا. انا غيظي ان انتي مكمله وبتسالي انه ليه يا ترى هو مش مهتم بحياتك. نرجسي يا حبيبتي، هو ما خلاص يا امي، هو ما مش شايف غير نفسه في شغله، في عيلته، في دنيته، في حياته. هو ما ايه انت متوقعه منه ايه؟ يعني انا بالراحه، انا هاديه هاديه اهو خالص. او بعدين بيقول لها ايه في المكالمه؟ هي كانت عايزه تشوفه، فقال لها لا انا هصحى بدري نص ساعه علشان انزل اسلم عليكي. لا معلش هنخليها يوم تاني اكون انا فيه اجازه. ما انت في الشغل بتقعد ساعه ترغي. الله، يعني المفروض ان هو في اول العلاقه بيبقى متلكك، حلاوه البدايات، متلكك عشان يشوفك، عشان يخرج معاكي، عشان يقرب منك. ده ما بيحصلش في حالته. فانت مكمله بقى ليه؟ يعني انا عمري ما شفت الست تطلب من الراجل انها تقابله هو اللي يتحجج، وتكمل انها تطلب منه، وتكمل تصبر عليه، وتكمل كلام معاه. انت خنقتيني. انا هاديه، انا اسفه، انا انفعلت، انا اسفه، حقكم عليا. طيب نقول بقى عشان لاخر مره، عشان انا خلقي بقى ضيق. انت مرايه لتصرفاته. انت مرايه لايه؟ يلا نقول مع بعض نفس واحد، ها، 1 2 3. مرايه لتصرفاته. برافو، شطوره. هيهتم هتهتمي، هيسال هتسالي، هيفسحك هتتفسحي، مش هتفسحيها. هتقبلي، ده في حد ذاته على فكره كرم اخلاق منك. ها، هيديكي اهتمام، هتديله اهتمام، هيديكي تضحيات، هتديله تضحيات. لكن انت اللي هتبقي في العلاقه الجيفر، الشخص الجيفر. بعدين بقى توصلي يعني المعطي العطاء، وبعدين توصلي بقى المرحله اللي هو ايه، انا مش عارفه انا عملت له ايه عشان يعمل معايا كده. وهتجيلي معيطه، فهقوم لطشاكي بالقفا، لان هو ما عملش فيكي حاجه، انت اللي عملتي في نفسك. ايوه انا مفتريه، انا ظالمه، انا مني لله. ما هو الراجل واضح، هو الراجل واضح، مش عايز يعرف عنك، مش عايز يسال فيكي، مش مهتم بيكي. ده ايه ده؟ هتقولي لي بس لما بقرر ان انا اسيبه او ابعد عنه يقول لي والنبي لا اديني فرصه. لان ببساطه هو مش متعود ان في حاجه تمشي وتسيبه، هو مش متعود ان هو يخسر، هو مش متعود انه يفشل. فانت بالنسبه له زي اي حاجه في حياته مركونه على الرف، ملهاش اي اهميه، ومش هتاخد منه اي اهتمام ولا وقت. انت بالنسبه له زي اي جماد في حياته، هو عايزه وخلاص. فعشان نفسيتي انا ما تتعبش، عشان خاطري وحياه اغلى حاجه في حياتك، حبي نفسك اكتر ما تحبي اي بني ادم في الكون. لانك لو ما حبيتيش نفسك هو مش هيتنيل ويتسقم على سخامه يحبك، مش هيحبك. بقى اعرفي قيمه نفسك وقدري نفسك واجبريه على ده. لو مش كده خلاص هو مش قابل. الشخص النرجسي ده مش هيبقى قابل في يوم من الايام انه يعرف قيمتك. خلاص امشي، بتهدري وقتك وطاقتك ونفسيتك ليه؟
منتظره ايه؟ من تالت مكالمه ما سمعش منك، ما فهمش منك، ما عرفش عنك، خلاص امشي. انا ههدى عشان خاطركم انتوا، لكن هي ما تستاهلش. بس انا عشان والله لو سمعت واحده بتقول لي الكلام ده ما هنزل بسكرين شوت بالاسم. انا ده تهديد اهو.